السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في قناتي يومياتي في بيتي الجميل. صباح الخير لو بتشوفوا الفيديو في الصبح، ومساء الخير لو بتشوفوه بالليل على حسب التوقيت اللي انتوا فيه. اهلا بيكم. تعالوا نشوف بقى فيديو جديد كده حماسي وكله طاقة وقمر، وهنخلي الشقة قمر وزي الفل، وهيحمسك كده ويخليكي تقومي تخلصي اللي وراكي. تعالوا بقى اوريكم الوقت اللي انا بكون عيالي مش قاعدين معايا بعمل فيه ايه باسرع طرق عشان خاطر اخلص بسرعة قبل ما يجوا، عشان زي ما انتوا عارفين اليومين دول يومين مدارس ودروس. والواحد ما بيصدق، حرام اول ما بيجوا يشوف مثلا إذا كان وراهم واجب ولا حاجة يحفظوها، واهم حاجة طبعا بيستحموا وبياكلوا، فبياخدوا الصراحة كل وقتي. فبستغل الوقت اللي هم مش معايا فيه عشان اخلص كل اللي ورايا بسرعة، وعشان كمان افضلهم نفسي. اول حاجة كده بعد ما بيمشوا، اول حاجة بعملها ان انا بجري بسرعة على البلكونة بقى ايه، الم بقى كل الغسيل اللي ورايا. شايفين قد ايه بنشر غسيل بصراحة؟ يعني الغسيل عندي بيبقى كتير على طول، مع اني بغسل يعتبر يوميا، بس برضو عندي غسيل كتير. ده عشان انا يعني على طول بغير الملايات ومفارش الصالة، وعشان يعني بحميهم مرتين تلاتة. حتى لو الدنيا برد لازم قبل ما ينزلوا من المدرسة يستحموا، اول ما يجوا يستحموا، قبل ما يناموا يستحموا. فتلاقوا على طول الدنيا عندي كده غسيل كتير، بس مش مهم، اهم حاجة يبقوا نضاف ويبقى بيتي نضيف، واي حاجة تاني سهلة. بس كده، فانا بستغل الوقت اللي هما مش معايا فيه بنجز فيه. وكمان خصوصا ادم اللي هو الصغنون ده، حرام ما يعرفش يعني ان هو يسكت او يقعد لوحده. فلازم استغل الوقت اللي هو نايم فيه واخلص كده زي ما انتوا شايفين. طبعا هنا انا بوريكم ده الطقم اللي انا مجهزاه لسما وياسمين، بيجامتين كده، وادي عبد الرحمن وادم برضو هدومهم. وانا بطبق كده طلعت الهدوم دي حطيتها على جنب عشان اول ما يجوا ايه يخشوا على الحمام على طول. والله اول ما بيدخلوا من الباب بيدخلوا على الحمام يغيروا هدومهم ويستحموا عشان يفوقوا كده، وبعدين بياكلوا، وبعدين بقى نشوف المذاكرة اللي ورانا عشان ايه يبقوا فايقين معايا. تمام. طبعا بعد ما بخلص الهدوم وبطلع الهدوم اللي هيلبسوها وبظبط لهم الدنيا، طبعا بجري كده زي ما انتوا شايفين على اوضتهم، لان ايه دي اول حاجة بصراحة يعني بيقعدوا فيها. فبحب يدخلوا من بره كده يلاقوا اوضتهم نظيفة، عشان كمان ايه ما يقعدوش في الصالة ولا يدخلوا يمين ولا شمال يبهدلوا لي الدنيا. هي اوضتهم خلاص يتعودوا على مكان واحد يقعدوا فيه. طبعا زي ما انتوا شايفين انا حشت، شايفين المفارش اللي كنت شايفاه اللي فرشاها على السراير بتاعه اوضه الاطفال دي المفروض اللي هي المفارش بيتغطوا بيها، انا كنت فرشاها لهم. وبعدين رحت شلتها، يعني فرشتها لمده يوم كده. وبعدين رحت شلتها بقى وجبت الملايات بتاعتها، هيك خفيفه كده وحلوه، وفرشت لهم بقى الملايات. وخدت بقى انا ايه بقية الغسيل دي عشان ايه اغسل بقى واظبط الدنيا اللي ورايا. شايفين بقى شكل الأوضة، هم في الوقت ده كانوا في الدرس، فايه قلت بسرعة يعني اول حاجة لميت الغسيل وطبقته وظبطت الدنيا، وبعدين ايه هم كانوا جم استحموا وظبطوا، وبعدين نزلوا الدرس. وبعدين ايه في الوقت اللي هم نزلوا فيه ده ما كانش في حد معايا في البيت، كلهم في الدرس وادم نايم. فقلت بقى ايه بسرعة اخلص لهم الأوضة قبل ما يجوني، وامسح كده واظبط الدنيا. طلعت بقى جارية ايه بعد ما خلاص، انا بحب اغير الملاية وانفض ومش عارفة ايه وامسح الأوضة بقى، واسيب البلكونة بتاعت الأوضة دي مفتوحة، واشغل المروحة كده واسيب بقى الارض تنشف براحتها، عشان الريحة ما تبقاش عندي مكتومة وما يبقاش فيه ريحة وحشة. لازم على طول كده ايه اخلي الهواء بتاع ربنا هو اللي يهوي المكان، ويدخل كده طاقة حلوة وريحة حلوة في البيت. نغير كده ريحة المكان، مش على طول نبقى قافلين ستاير ومقفلين الشقة، وخصوصا اللي شقتهم صغيرة. فايه يفتحوا كده الشبابيك والبلكونات عشان ما المكان عندكم ما يبقاش مكتوم. طبعا انا الحمد لله عندي في كل اوضه بلكونه وشباك كمان، وفي الصاله بلكونه، فالتهويه عندي الحمد لله الحمد لله تمام، يعني ما فيهاش اي خنقه، الشقه بتاعتي متهويه. حتى في المطبخ عندي شباك على الشارع على طول، فبرضو الدنيا متهويه وزي القمر. طبعا طلعت كده بسرعة على الصلاة عشان ما اخدش وقت كده معاكم، عشان ما اطولش عليكم الفيديو. حشت المفارش البيضة على طول، ورحت ايه جبت بقى المفارش التانية وفرشتها. وبعدين بقى على طول كنست الشقة كنسة حلوة جدا، ورحت ايه مسحت بقى الارض. بصوا هنا بقى الشكل. وبرضو ايه بعد ما مسحت كده الدنيا وظبطتها،
فرشت المفارش اللي انتوا شايفينها دي، رحت ايه سايبه برضو البلكونه مفتوحه عشان الدنيا تتهوى معايا، وعشان ما يبقاش فيه كتمه، وعشان كمان الشقه ما تسخنش. عارفين لما بتمسحوا الشقه كده ولو انتوا قافلين الستائر والسجاد، لو حد داخل من بره هيقول لكم الدنيا عندكم في الشقه سخنه. تمام تمام كده. فايه بهوي الدنيا وبمسح بخليها زي القمر. وزي ما انتوا عارفين لازم وانا شغاله بحط بخور. طبعا انا كنت حاطه البخور بس ايه معلقه حاطه كده في المبخره، وحاطه كمان قدام الباب، قلت عشان اللي داخل من باب الشقه يشم ريحه حلوه. واهم حاجه طبعا زي ما انتوا شفتوا الاوضه، شايفين الدنيا ممسوحه وقمر وحاجه كده في منتهى الجمال. طبعا اوضتي طبعا اهم حاجه برضو لازم تبقى نظيفه وزي الفل. انا بغير الملايات على طول، غيرت بسرعه الملايه، فرشت الملايه دي، وبعدين بقى الكومودينات كده عطيتها مسحه خفيفه كده. انا الدنيا عندي نظيفه الحمد لله. وخصوصا اوضتي اصلا عشان انا يعتبر بفتحها الصبح اروقها زي ما انتوا شايفين كده، واغير لها الملايات واظبط لها الدنيا وخلاص كده بقفلها بقيه اليوم. او مثلا لو ما عملتهاش الصبح زي ما انتوا شايفين في الوقت دوا كده، في اي وقت فاضيه فيه بخش اغير الملايه وامسح كده التسريحه وامسح الكومودينات واظبط لها الدنيا واخليها زي القمر. واصلا يعني ايه يعتبر ما بدخلهاش غير في اخر اليوم، فعلى طول اوضتي نضيفه ومحدش من العيال عندي بيدخلها خالص. لان يعتبر ما فيش اي حاجه يعملوها فيها، فاهميني؟ واصلا هم اتعودوا على مكانهم وتعودوا على اوضتهم، فالحمد لله مش بيطلعوا ولا يمين ولا شمال، هي اوضتهم خلاص. يجوا من بره زي ما قلت لكم بيستحموا وياكلوا، وبعدين خلاص يقعدوا في الاوضه يكتبوا الواجب يذاكروا يتفرجوا على التلفزيون بس وكده وخلاص. بصوا بقى هنا اوضتي بقى بعد ما ظبطت التسريحه. بصوا ده بقى الغسيل كله اللي لميته، المفارش بتاعه الاوض بتاعتهم والملايات، وهدوم كانوا قلعينها الصبح وهدوم قلعوها لما جم تاني، هدوم المدرسة وهدوم لبسوها وهم نازلين، فعشان كده تلاقوا الدنيا على طول عندي هدوم. بس اهم حاجة هم يبقوا نضاف والبيت يبقى نضيف، مش مهم الغسيل. طبعا انا وريتكم في اول فيديو كنت لما قد ايه غسيل. بصوا برضو رجعت بقى دي بلكونه الصاله اللي انا وريتها لكم دلوقتي. انا كده في الصاله ودي البلكونه اللي ورايا فيها منشرين كده، فانا شرت في منشر منهم حطيت بقى الهدوم ايه اللي قلعوها. وهنا بقى جبت السجاد اللي انا كنت منفضاه في البلكونه، وفرشت بقى الارض بعد ما كانت نشفت والدنيا اتهوت وبقيت زي القمر زي ما انتوا شايفين. هنا بقى احنا في البلكونه بتاعت اوضه الاطفال، دي كبيره قوي، بنشر فيها بقى ايه كل الهدوم بقى والمفارش والحاجات دي. وده كده كل الحاجات الهدوم الطبق اللي انا كنت موريه لكم كله الحمد لله نشرته. جبت برضو السجاده بتاعه الاوضه بتاعتي ظبطتها وفرشتها، وفرشت كمان الطول ده كده قدام السرير عشان الدنيا تبقى معايا ايه كلها مفروشه ونظيفه. برضو زي ما بقول لكم فتحت البلكونه كده، قلت اوضتي تتهوى لحد لما ايه قبل ما ننام كده بنقفل. وهنا ده بيكون الشكل النهائي للأوضة، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.